السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم جيت لكم فيديو جديد. كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم وصفه لترطيب الشعر. هاد الوصفه هذه عباره على كيراتين منزلي طبيعي بمكون واحد، وغادي تبقاو معايا حتى الاخر باش تكتشفوا هاد المكون هذا اللي كيخلي الزغبه رطبه من الاعماق ديالها وكيخلي فيها واحد اللمعان اللي زوين بزاف. كما كتشاهدوا معايا هاد المكون هو القرعه الخضراء اولا الكورجيت. القرعه الخضراء اولا الكورجيت عندها بزاف ديال الفوائد وكتصلح لينا لترطيب الشعر وكتخليه يكون رطب من الاعماق ديالو. اي وحده شعرها متضرر بالسبايغ اولا بلي بلاك ولا بالسوشوار، هاد الوصفه هذه راها خطيره بزاف في ترطيب الشعر وكتخلي فيه واحد اللمعه اللي زوينه بزاف. انا هاد الوصفه هذه حتى جربتها وعاد جيت باش نشاركها معكم، يعني ما كنهضرش من فراغ. هاد الوصفه هذه جربتها شحال من مره وكتعطيني واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، داكشي علاش جيت باش نشاركها معكم. كما كتلاحظوا معايا عندي هنايا جوج ديال القرعات خضرين. غادي تبقى القرعه على حسب الطول والكثافه ديال الشعر. الا كان شعركم قصير غادي تكفيكم غير وحده، الا كان شعركم طويل وكثير غادي تحتاجوا جوج ديال القرعات كما كتشوفوا معايا في الفيديو. وغادي نقطعوها هكا قطع صغيره، يعني مكعبات صغيره، باش من بعد من غادي نوضعوها على النار دغيا تسلق وما تاخذش معنا الوقت بزاف. كما كتلاحظوا غادي نقطعها على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نضيف عليها جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء. جوج كيسان ما يعادل كاس كبير ديال الماء. المهم غير فاش طيب لينا ديك القريعه، وكما قلت لكم خليوها طيب مزيان. صافي كما كتلاحظوا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. انا هنايا درت جوج ديال القرعات كما قلت لكم، يمكن لكم ديروا غير وحده على حسب الشعر ديالكم، وما تحيدوا ليها لا قشور لا حتى شي حاجه، فقط حيدوا غير دوك الجوانب اللي كيكون من الفوق ومن التحت، صافي باش نستافدوا من الفوائد ديالها كامله. صافي هنايا غادي نزيد على القريعه اللي عندي جوج كيسان ديال الماء، ومن بعد غادي نوضعها من فوق النار حتى طيب مزيان ويدخلها الطياب. انا هنايا غادي نعطيكم الطريقه الصحيحه كيفاش تحضروا هاد الوصفه هذه وكيفاش تطبقوها على الشعر ديالكم، حيت كاينين بزاف ديال البنات كيستعملوا وصفات طبيعيه وما كتعطيهمش نتيجه بسبب انهم ما كيعرفوش يطبقوها مزيان على الشعر ديالهم، اولا ما كيبقاوش يستعملوا هذاك الاستعمال المتكرر. حيت كما كنعرفوا ان الا بغينا شي وصفه تعطينا المفعول ديالها على الشعر ديالنا ولا على البشره ديالنا ولا اللي كان، خاصنا نداوموا عليها. ولكن هاد الوصفه هذه ان شاء الله راه من التجربه الاولى من اول استعمال كتعطيكم النتيجه. هنا كما كتشوفوا معايا مني طابت القرعه، يعني ما غاديش يبقى فيها الماء بزاف غير شويه باش مني نطحنوها، حيت مازال غادي نطحنوها في الطحانه. خاصها تجينا على شكل عصير، يعني ما تكونش جاريه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش عاقده. غادي نخليو فيها هكاك شي نص كاس تقريبا ديال الماء، ومن بعد غادي نوضعوها في الطحانه على هذا الشكل هذا. وانتم غادي تشوفوا معايا ملي غادي نطحنها القوام ديالها كيفاش غيكون. صافي من مورا ما غادي نطحنها غادي نحصلوا على هذا الخليط هذا كما كتشوفوا معايا، ما يكونش جاري بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش عاقد، يعني غادي يكون على هذا الشكل هذا. ومباشره غادي ندوز باش نصفيها في واحد الشبيكه ولا تصفيوها في زيف حياتي ولا ليبه، المهم اللي كان عندكم تصفيوها فيه. وضروري من هذه الخطوه هذه انكم تصفيو هذا الخليط من داك البقايا ولا داك التخلي كيكون فيه باش ما يلصقش لنا في الشعر ويعذبنا منين نكونوا كنغسلوه. كما كتشوفوا معايا في الفيديو، يعني واخا طحنتو مزيان في الميكسور ولكن ضروري ما غادي يبقاو فيه دوك الطريفات هكا ولا دوك الحبيبات اللي اكيد ملي غادي نطبقها على الشعر غادي تلصق لك في شعرك. صافي هنايا من بعد ما صفيت الخليط كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، كيبقى ضروري فيه شي طريفات، يعني واخا طحنتو ضروري ما كتبقى فيه شي حاجه ما كطحنش مزيان. صافي غادي ندوز باش نزيد عليها النشا الذره اولا مايزينا كما كتشوفوا هي هذه. غادي نوضع على هذا الخليط هذا معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال هاد النشا الذره. انا هنايا درت المعلقه الاولى وغادي نزيد واحد شويه حيت ما كانتش عامره مزيان. وكما قلت لكم هاد الوصفه هذه كتكون على حسب كثافه ديال الشعر وعلى حسب الطوله ديالو.
صافي من بعد غادي نخلطها هكا باش يذوبوا دوك الكويرات اللي كيكونوا في النشا، ومن بعد غادي نوضعها على النار مع التحريك المستمر، والعافيه تكون مهيله بزاف يعني باش ما تحرقش لينا هاد الوصفه هذه وباش ما تلصقش. بقاو تحركوا ما تغفلوش عليها، بقاو كل شويه تحركوا حتى تعقد ليكم. انا هانتوما كما كتشوفوا الفيديو موضح كل شيء، بقيت كنحرك حتى غادي نحصلوا على واحد الكريمه اللي تكون ما جارياش بزاف، باش منين نكونوا نطبقوها على الشعر ما تبقاش هكا تسيح لينا، تجينا هكا سهله فاش نبغيو نطبقوها. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا هو القوام ديالها اللي خاصو يكون قوام كريمي، وكما قلت لكم ما يكونش سايح. صافي من بعد ما وجدت ليا الوصفه ديال الشعر غادي نوضعها في واحد الاناء وغادي نخليها حتى وكان تبرد على خاطرها. ومن بعد غادي نزيد عليها بعض الزيوت اللي كتبقى اختياريه، يمكن لكم تضيفوها ولا يمكن لكم ما تضيفوهاش ماشي مشكل. انا هنايا درت زيت جوز الهند كما كتشوفوا، غادي ندير معاه 2 معالق هكا كبار ديال الزيت ديال الكوكو. وانتم كتبقى الزيوت اختياريه، يمكن لكم ديروا غير زيت الزيتون او لا يمكن لكم ديروا صفار بيضه بلديه. انا ما كانتش متوفره عندي داكشي علاش ما درتهاش، الا كانت عندكم راها زوينه بزاف. وغادي نزيد معاها الزيت ديال زريعه الكتان وزنجلان اللي كنت حضرت معكم في الفيديو السابق الا تفرجتوا فيه، واللي ما تفرجش فيه دخل تفرج فيه. واحد الزيت اللي زوين بزاف راني هضرت عليه في داك الفيديو وريتكم الطريقه كيفاش تصاوبوه. هاد صراحه هاد الزيت هذا حتى هو راه خطير في الترطيب، كما كتشوفوا ما بقاش ليا فيه بزاف غير شويه، وتا هو غادي نستعملوه في هاد الوصفه. صافي ومن بعد غادي نخلط كل شيء مزيان، غادي ندخل داك الزيت في داك الخليط اللي عندي ديال القرعه، ندخلوه مزيان. ومن بعد غادي ندوز باش نوريكم الطريقه ديال الاستعمال. الطريقه ديال استعمال هاد الوصفه هذه هي انكم غادي تاخذوا الشعر ديالكم، غتحاولوا انكم تفرقوه خصل صغيره، يعني ما تديروش كميه كبيره، غير خصل هكا صغيره. وانتم كتطبقوا في الماسك وانتم كتجروا بيديكم وبشي مشطه، غتحاولوا انكم تدخلوا مزيان الماسك في الزغبه باش تستافد منها، تستافد الزغبه ديالكم من داك الماسك كامل. نتوما كتطبقوا نتوما كتجروا بيديكم هكا، كتجروا مزيان حتى يدخل داك الماسك مزيان في الشعره ديالكم. ومن بعد كتجمعوا شعركم وكتديروا عليه واحد السلوفان، وغادي تخلوه ساعتين حتى 3 ديال السوايع لا اكثر، يعني ساعتين. الا كان عندكم الوقت بزاف خليوه 3 ديال السوايع. راها غزاله بزاف هاد الوصفه هذه وخطيره في الترطيب، كما قلت لكم اي وحده عندها شي مشكل في الشعر ديالها سواء ناشف ولا متقصف تستعمل لي هاد الوصفه هذه وغادي تشوف الفرق من اول استعمال. يعني اول مره غادي ديري فيها هاد الوصفه غادي تلاحظي الفرق. ملي غادي تغسلي شعرك غادي تنشفيه وديري ليه زويته ولا السيروم اللي كتستعملي غادي ينشف، غادي تشوفي واحد اللمعان وغتشوفي واحد الرطوبيه اللي ما عمرك شتيها. يعني الا كان شعرك باهت وما فيش ديك اللمعه غادي تولي فيه بسبب هاد الماسك هذا. واكيد الا عاودتيه مره اخرى وعاودتيه مره اخرى راه غادي يولي عندك معتمد، حيت هاد الماسك هذا زوين بزاف. وكما قلت لكم على تجربه شخصيه، يعني ما كندويش من فراغ، حتى جربته عاد جيت بغيت نشاركه معكم واكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، والا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي كومونتير ديالكم ولي لايك، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.